بغيتي توجدي شي حاجة للكوتي ولكن ما عرفتيش شنو ديري، اجي معايا نحضروا جميع بسبوسة بعصير البرتقال. كتجي زوينة وبنينة بمكونات بسيطة في متناول الجميع، ولكن البنات كتجي رائعة كيف ما كتلاحظوا فتية والمذاق رائع. خليكم معايا إلى نهاية الفيديو باش نتعرفوا جميع على المكونات وحتى على الطريقة. أول حاجة غادي نوجدوا السيرو. خديت هنايا نص كاس ديال السكر أو فايت شوية النص، غادي نوضعو في الكاسرونة وغادي نضيف عليه كاس عامر ديال الماء. غادي نحركهم مع بعضياتهم باش كيذوب لي داك السكر قبل ما كنوضعوه على النار. بالنسبه للحلاوه البنات ما تكثروش لان مازال غادي نديرو حوايج اخرين في البسبوسه باش ما تجيش حلوه بزاف. صافي غادي نخليه هكا كيذوب وحتى كتشد فيه الغليه مزيان، نخليه كيغلي وغادي نمشي نعصر البرتقال. من الاحسن البنات العصير ديال البرتقال ما ديروش من الاول باش ما كيطيبش، ما كيغلاش بزاف وكيتبدل له المذاق وكيجي فيه المروره. انا حتى كيذوب الماء والسكر عاد كنضيف العصير ديال البرتقال وكنحركو هكا صافي وكنطفي عليه، لان هاد الطريقه هذه ما كتخليش ديك المروره اولا داك البرتقال يغلى. دابا غادي ندوزو نوجدو البسبوسه ديالنا. هنا خديت 3 ديال البيضات هما اللي غادي نستعمل، وانتم على حسب القياس ديال المول اللي غادي ديرو. كل وحده وراها عارفه المول ديالها شحال كيهز البيض. انا غادي نحتاج 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف عليهم قبيصه ديال الملح، وغادي نضيف واحد ساشي ديال سكر الفاني او الفانيلا، نص كاس ديال السكر. وغادي نطرب هاد المكونات مع بعضهم مزيان. بغيتو تطربوهم بالخلاط الكهربائي اولا بالبغا ميكسور اللي بغيتو، المهم انا خلطت غير بالطراب اليدوي. وغنضيف كاس قل ربع ديال الزيت النباتيه. غادي نولي عاوتاني نطرب مزيان اولا كنستمر بالتطراب ديال العناصر. ودابا غادي نضيف كاس ديال العصير البرتقال عفوا، وغنضيف واحد البو ديال الياغورت اولا حك كما كنقولوا ديال الياغورت بنكهه الفاني، اولا ديروه ناتور بلا سكر اللي بغيتو. داكشي علاش قلت لكم ما بغيتش نكثر السكر بزاف، لان كلشي حلو، الياغورت حلو، البرتقال حلو مع السكر مع السيرو. من الاحسن سيروا على هذا القياس هذا هكاك. وانا بالنسبه ليا جات حلوه. من الاحسن كل ما نقص الواحد شويه السكر كان افضل. دابا غادي نضيف السميده ديال الحرشه الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه. غادي نضيفوا 2 كيسان بالتدريج، كنديروا الاول وكنزيدوا الثاني غير بشويه هكا، لان السميده كتشرب. كتجي هاد البسبوسه البنات رائعه بنينه وزوينه. هنا غادي نضيف 2 معالق كبار عامرين ديال الكوك، كيبقى اختياري ولكن كيعطي واحد المذاق رائع للبسبوسه. كيجي واحد الميلونج ما بين نكهه الفاني مع الكوك مع البرتقال، كتجي زوينه. هنا ضفت 2 معالق كبار ديال الدقيق، مازال غنزيد الثالثه وغنضيف ها هي الثالثه زدتها. وغادي نحرك مزيان. ضروري ما كنديروا الدقيق، واخا كنديروا السميده ضروري من الدقيق باش كيعطي هذيك التعليكه لان السميده ناشفه. دابا غادي نضيف الخميره ديال الحلويات، 2 ساشيات. انا هنا عندي فيهم 11 غرام، داكشي علاش درت وحده كامله والثانيه درت تقريبا فايت النص. صافي هذا هو القياس. وغادي نخلط العناصر مع بعضياتهم مزيان. كيف ما كتلاحظوا الخليط بدا كيشد راسو لان السميده راها كتشرب. غادي نخلطهم حتى كينسجموا داك الطحين مع السميده مع الخميره مع كل شيء. عاد كندوزو باش ناخذ المول ديالنا اللي غادي نديرو فيه. كيبقى المول كيف ما كان عندكم، مدور اولا مربع اولا مستطيل كيف ما كان. غادي ندهن الاطراف. انا فرشت البابي كويسون ولكن غادي ندهن الاطراف بالزبده باش ما تلصقش، وغادي نرشهم بالسميده. من الاحسن ضروري هكا. كنت غادي ندير بابي كويسون كامل ولكن انا زولت هذاك الاطار اولا الكادر الفوقاني وفرشته غير في القاع ديالو، وهذاك الشيء اللي بقى لي في يدي واللي دهنته على البابي كويسون، واخا راه ما غاديش يلصق، غير المهم باش ما يبقاش في يديا. دابا غادي ناخذ واحد الحفينه ديال السميده د الحرشه وغادي نحاول نوزعها على الاطراف اولا على المول كامل هكا باش ما تلصقش ليا ملي نديمو ليها. هو الصراحه ما كيلصقش ولكن الاحتياط واجب من الاحسن. صافي دابا غادي نفرغ الخليط ديالي كامل في المول. كما قلت لكم البنات ديروا المول اللي يعجبكم، سواء داير اولا مربع اولا مستطيل بحال هكا ديال الزاج كيف ما كان. المهم شنو ما توفر عندكم، اولا لاطه الفران تكون مقاده مجموعه
المهم كيبقى على حساب شنو ما توفر. غنحاول نفرغ داك هاد البول كامل من اللي فيه صافي، وغادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران بارد غادي ندير 170 درجه. الفران شاعل من الفوق ومن التحت، غادي نديرها في الوسط باش كتخرج طايبه واجده. مده الطياب ديالها 30 دقيقه. صافي من بعد ما طابت ها نتوما كان هذا هو الشكل ديالها. مباشره كنكونوا موجدين السيرو اللي وجدناه من قبل حطيناه حدانا باش غادي ندوزو نسقيوه. كيف ما كتلاحظوا هو هذا. من بعد ما خليته برد، السيرو كيكون بارد ولكن الكيكه تكون سخونه. كي كنخرجوها كنسقيوها باش كتشرب مزيان، لان السميده راكم عارفين السميده مثلا كنديروا الحرشه راها ناشفه، ماشي بحال هذا البسبوسه خصها ضروري السقوه ديالها باش كتشرب وكتولي فتيه ورطبه. كنحاول نسقيها غير بشويه وهي كتشرب حتى كتشبع. انا عرفتو سقيتها بزايد حتى خرج لها مع الجناب. المهم جات فتيه غزاله. واهم حاجه هو انه كما قلت لكم السيرو بارد والكيكه سخونه، اولا العكس السيرو يكون سخون الا كنتو وجدتوها العكس كديروه. المهم وحده سخونه وحده بارده. انا كنحاول غير بشويه بشويه باش كتشرب في خاطرها. كتجي رائعه. الطريقه راها سهله كيف ما كتلاحظوا. المكونات كنظن راها تقريبا كتكون متواجده في كل بيت. حاجه وحده الا ما كانش الياغورت تقدروا تعوضوه بكاس الحليب. ولا بغيتوها تجيكم عاليه اكثر ديروا 4 البيضات. اللي عندها بحال هذا المول هذا اللي عندي دير 4 البيضات. مره اخرى ان شاء الله غادي نديرها عاليه اكثر. ما عمري ما درتها في هذا المول هذا، كنت كنديرها في الداير. دابا غادي ناخذ واحد ملعقه ديال الكونفيتور ديال المشماش، معلقه وحده، وكندهنها من الوجه ديالها. هذا كاضافه بحيث الكونفيتور كيعطيها واحد لابغيونس اولا واحد اللمعه زوينه، وفي نفس الوقت باش غادي نزينو كيشد مزيان هذاك التزيين. بالنسبه للتزيين البنات ديروا اللي بغيتو شنو ما توفر عندكم. الا كان عندكم هادو لي كاكاويط اشي، ولا عندكم لي زاموند ايفيلي، ولا عندكم الكوك، حتى الكوك كيجي فيها التزيين ديالها زوين. كان عندكم البيستاش، اللي كان عندكم اي نوع من المكسرات تقدروا تخليوها هكا. المهم اللي بغيتو. انا خديت هنا شويه ديال لي زاموند ايفيلي، درتهم في مقيله وحمرتهم شويه، ما بغيتش نخليهم هكاك بويض صافي. وغادي نرشهم، نحاول نوزعهم هكا على الوجه ديالها كامل. وطريقه التزيين كتبقى اختياريه. انا غادي نفرقو هكا عشوائي. تقدروا ديروا غير مع الجناب هكا صاير داير، وديروا شويه حاجه في الوسط تقدروا. المهم كل وحده تبارك الله راه عندها طريقتها الخاصه واللمسه ديالها في التزيين، وعلى حسب شنو ما توفر عندكم تقدروا ديروه. كتجي غزاله البنات. تقدروا توجدوها للكوتي للفطور، اولا تقدروا انكم تديوها معكم الا كنتوا غاديين عند شي حد هكا تديو شي حاجه في يديكم. شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا. راه كطيب في مره من الوجه ومن الجناب ومن الوسط ومن التحت. كتجي رائعه. كما قلت لكم بغيتوها عاليه اكثر غادي تزيدوا غير بيضه والمقادير شويه شويه من الحاجه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. واهم حاجه هي انها كتجي فتيه، لان داك السيرو هو اللي كيعطيها الفتاوى، وكتجي رطبه غزاله غزاله. شي حاجه اللي زوينه انا كتعجبني رائعه. وتبارك الله الحجم ديالها راه كيكون حجم كبير عائلي كلشي ياكل. ولا عجبتكم الوصفه جربوها بالصحه والراحه. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح ومبسط. ولا وصلتوا لهنا ما تبخلوش عليا بلايك. خليتكم على خير والسلام عليكم.